السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعنا لكم في فيديو جديد. قبل ما نبدأ الفيديو ما تنساش تصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وما تنساش تدعمنا بلايك ورايك في كومنت. هتكلم عن مباراة النصر والاتحاد، بس قبل ما نبدأ الفيديو حبيت أوضح جزئية على السريع. احنا بنحط الأهداف في الكومنت المثبت عشان إخواتنا اللي منضمين جديد معانا يبقوا فاهمين النظام إزاي. هتكلم على الشوط الأول لمباراة الاتحاد والنصر، وأتوقع هتكون مباراة يعني حماسية جدا جدا، والخطة لصالح أو التشكيل لصالح فريق النصر هتكون 4-1-2-3، وهيكون طبعا في الأساس في الهجوم هو كريستيانو رونالدو. والخطة لصالح الاتحاد هتكون 4-1 أو 4-2-1-3، وطبعا هيكون في الهجوم هو بنزيما. اتوقع الشوط الاول ينتهي بالفوز لصالح النصر 2-0 او 1-0، واتوقع ان كريستيانو رونالدو هيسجل هدف ويصنع هدف في المباراة دي. تمام، اتوقع الشوط الاول ينتهي 1-0 بنسبه 99%. انت كمان تقدر تكتب لي في الكومنتات بتتوقع الشوط الاول ينتهي كام، وتتوقع الفوز لصالح النصر ولا لصالح الاتحاد. صاحب التوقع الصحيح هنعلن عنه في الفيديو اللي جاي. لو وصلت لهنا ما تنساش تصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، وما تنساش تدعمنا بلايك ورايك في كومنت. وشكرا على دعمكم في الفيديوهات اللي فاتت يا احلى داعمين. كان معكم عبد الرحمن رفعت من قناه توقعات الملاعب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.